كانت القديسة إيريني بنت ملك وثني اسمه ليكينيوس. مفيش حد كان يقدر ينكر جمالها الطبيعي، وأبوها كان بيحبها جدا لدرجة إنه بنى لها قصر حصين، وحط معاها 13 جارية يخدموها عشان يحافظ على شرف العيلة. وكانت لسه عندها 6 سنين أبوها ساب معاها شوية تماثيل علشان تسجد ليها وتعبدها، وكمان جاب ليها شيخ حكيم يعلمها. وفي يوم شافت رؤية غريبة، حمامة نازلة بورقة زيتون في فمها وحطته على المائدة، وبعدها نسر نزل ومعاه إكليل وحطه. والقديسة خافت جدا من المنظر، وحكت لمعلمها المسيحي من غير ما أبوها يعرف، ففسر ليها الرؤية وقال لها الحمامة دي الناموس، وورقة الزيتون دي المعمودية، والنسر ده للغلبة، والإكليل مجد القديسين. وقال لها كمان إن حياتها مش هتكون سهلة، لكن لازم تجاهد علشان إيمانها بالمسيح. وبعد كده أبوها جه وزارها وقال لها يجوزها من ابن أمير. هي طلبت منه 3 أيام تفكر. أول ما سابها دخلت للتماثيل وقالت لهم دلون على الخير، بس طبعا مفيش رد. رفعت عينيها للسماء وقالت يا إله المسيحيين ارشدني اللي يرضيك. على طول ظهر لها الملاك وقال لها بكرة هيجيلك واحد من تلاميذ بولس الرسول ويعلمك ويعمدك. وبالفعل تاني يوم جه القديس تيموثاوس الرسول، علمها الأسرار الإيمان وعمدها. أبوها لما عرف استدعاها، ولما اتأكد إنها بقت مسيحية أمر يربطها في ديل حصان ويطلقوها. لكن ربنا حفظها وما حصلهاش أي حاجة، بالعكس الحصان رجع ومسك بإيدها ذراع الملك ورماه على الأرض ميت. القديسة صلت وأبوها رجع حي وآمن، هو ومراته ومعاهم 3000 نفس وتعمدوا، واتنيحت بسلام يوم 21 مصر. بركة صلاتها فلتكن معنا جميعا.